عملية الظهر عملية فاشلة، يعني عملية استئصال الانزلاق الغضروفي دي عملية فاشلة، والعيان ما بيتحسنش وليها مضاعفات كتير، والغضروف ده هو بيتزحلق تاني بنسبة توصل في بعض العيانين ل 35%. الجملة اللي فاتت دي جملة هايلة افتتاحية لأي فيديو، جملة صادمة تقدر تجذب المشاهدات بناء على الريلز او الالجوريزم بتاع السوشيال ميديا. والجملة على فكرة فيها جزء من الصواب، بس ده نص الحقيقة، او ده الحق الذي يراد به باطل زي ما بيقولوا عليه. بمعنى عمليات العمود الفقري عمليات كبيرة، طبعا عمليات كبيرة، ولا كان كل الجراحين عملوها؟ ده طبيعي يعني. رقم اتنين، عمليات ليها مضاعفات، طبعا ليها مضاعفات، مفيش اي اجراء طبي ملوش مضاعفات. الحقن العضل ليها مضاعفات، بتعمل خراج. لكن احنا بنقول نسبة المضاعفات قد ايه. سفرية الساحل لها مضاعفات، العربية ممكن تتقلب ببساطة، لكن احنا بنقول النسبة قد ايه، نسبة المضاعفات دي قد ايه. فالطبيعي ان احنا بنمشي ورا القاعدة مش ورا الاستثناء. طيب، المعلومة رقم ثلاثة، احتمالية ان الغضروف المرتجع لو عيان حصل له استئصال او اتعمل له استئصال غضروف، الاول بس العملية ما بنعملهاش غير لعيان هو ما عندوش حل تاني، يعني وصل لمرحلة ان في ضعف او ان في الم ما بيتحسنش لمدة طويلة، فساعتها بيكون ده الحل الوحيد اللي فاضل له. طيب لما بنعمل له العمليه، احتماليه ان يحصل غضروف مرتجع هي 3%، ماكسيموم 5%.